عمرك صحيتي من النوم بصيتي في المراية وحسيتي إن بشرتك اتغيرت فجأة؟ حبوب، جفاف، أو بهتان رغم إنك مغيرتيش أي حاجة في روتينك؟ بتصرفي كتير على كريمات ومفيش نتيجة؟ خليني أقولك في حالات كتير السر مش في العلبة، السر جوه جسمك، في هرموناتك. في السلسلة دي هنتكلم عن خريطة الهرمونات وتأثيرها المباشر على بشرتك. أول هرمون هنتكلم عنه هو هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر. لما الكورتيزون بيعلى بسبب ضغط عصبي أو قلة نوم أو توتر مستمر، الجسم بيدخل في وضع دفاع. بيحصل الآتي: واحد، الكورتيزون العالي بيكسر شبكة ألياف الكولاجين والإلاستيسين، يعني بشرة باهتة وخطوط رفيعة بتظهر بدري وجفاف شديد. باختصار، التوتر بيعجز. اتنين، بيزود إفراز الدهون من الخلايا الدهنية، زائد إن التهابات البشرة بتعلى، الناتج حبوب بتبقى عنيدة خاصة حوالين الفك والدقن. ده سبب الحبوب اللي بتطلع لنا من التوتر قبل المناسبات المهمة. طب الحل ايه؟ الحل مش بس كريمات، طبعا لازم نرطب بشرتنا كويس، بس كمان العلاج من جوه أهم. هنعمل الآتي: واحد، نشرب مية كتير عشان نرطب جسمنا وبشرتنا. اتنين، قللي السكريات لأنها برو انفلاماتوري بترفع الالتهابات خاصة مع التوتر. تلاتة، فيتامين سي ومضادات أكسدة مهمة جدا، سواء هناخدها من مصادر طبيعية أو مكملات في كبسولة، والأحسن المصادر الطبيعية. أربعة، أهم حاجة النوم الجيد من 7 ل 8 ساعات خلال فترة الليل، وتمارين التنفس عشان نقلل الكورتيزون. بالنسبة للحبوب ممنوع اللمس، ركزي على أكل غني بالزنك وأوميجا 3 لتقليل الالتهاب الداخلي. استخدمي غسول فيه ساليسيليك أسيد وقت الأزمات. طبعا في هرمونات تانية زي الاستروجين والبروجستيرون والاندروجين لهم دور كبير في الترطيب والنضاره. ده اللي هنفهمه واحدة واحدة في سلسلة الهرمونات والبشرة. لو عايزة تعالجي بشرتك من الجذور مش بس من السطح، تابعي السلسلة. دمتم بصحة وجمال متجدد.